النهارده هنعمل مع بعض بسكوت لذيذ جدا، سهل جدا في تحضيره، مش هياخد اي وقت ومفهوش ولا بيض ولا لبن ولا زبده. يعني بسكوت صيامي بس طعمه يجنن وبيدوب في البق. عشان نعمله هنحتاج كوبايه من الزيت، وانا هنا مستخدمه الاكواب المعياريه سعه 236 مللي. وهنحتاج كمان كوبايه الا ربع من السكر البودره ويكون منخول يعني 90 جرام. هنقلبهم مع بعض كويس جدا لغايه ما السكر ما يدوب تماما ويمتزج مع الزيت. وهنضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الفانيليا يعني 2 جرام، ورشة من الملح ما ننساهاش. هنقلبهم برضو كويس مع بعض كده، وبعد كده هنضيف عليهم تلت كوباية من النشا يعني 35 جرام. وبرضو طبعا نبقى نخلين النشا قبل ما نستخدمه، وهنقلبهم كويس جدا لغاية ما يدوبوا تماما كده في الخليط. بعد كده هنضيف كوباية من جوز الهند، بس جوز الهند اللي هنستخدمه يبقى ناعم. لو خشن حاولوا تضربوه في الكبة وتنعموه شوية عشان ما يبقاش حبيباته كبيرة قوي في البسكوت. بالنسبة بقى للدقيق، احنا هنبدأ بكوبايتين من الدقيق يعني 250 جرام. هنحط كده تقريبا 3 ارباع كمية الدقيق، وهنضيف عليها معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بالمعلقة بقى هنقلب المكونات كده مع بعض. احنا طبعا ما بنعجنش، احنا بناخد من تحت لفوق لغاية ما الدقيق ما بيختفي تماما. بنشوف بقى العجينة محتاجة لسه دقيق ولا لا. طبعا باين ان العجينة لسه محتاجة دقيق كتير، فانا ضفت كمان بقية الكوبايتين بتوع الدقيق. هشوف بعد كده بعد ما اخلص الكوبايتين اذا كنت لسه محتاجة دقيق تاني ولا لا. طبعا في المرحلة دي الافضل ان احنا نستخدم ايدينا عشان هيبين لنا الملمس بالظبط بتاع العجين. انا ضفت كمية تاني من الدقيق، تقريبا حوالي ربع كوباية تاني فوق الكوبايتين. يعني انا اجمالي الدقيق اللي استخدمته في الوصفة كوبايتين وربع، يعني 285 جرام بالظبط. لما ناخد حتة من العجينة هنلاقي ان احنا نقدر نشكلها بالشكل ده، وفي نفس الوقت هي لسه طرية، يعني مش عايزين العجينة تنشف مننا، خلوها لسه طرية بس تقدروا تشكلوها. في تشكيل البسكوت هنحتاج نص كوباية من جوز الهند. بالنسبة للتشكيل هو سهل جدا، بناخد حتة من العجينة كده تقريبا حجمها حجم الليمونة. وبعد كده بنحطها في جوز الهند من ناحيتين، ونبدأ بقى نظبطها كده على شكل دايرة على ايدينا بالشكل ده، ما نبططهاش قوي ولا نخليها مرتفع قوي، يعني سمك يكون معقول كده. ونبدأ بقى نرصها في الصينية اللي هنخبز فيها. الصينية نكون حاطين فيها ورقة خبز أو نكون دهنينها زيت خفيف جدا. طبعا تحضير البسكوت ده ما بياخدش اي وقت، فعشان كده اول ما نبدأ في تحضيره نكون مشغلين الفرن على 180 عشان تسخن كويس جدا. اول ما نشكل اول صاج بندخله الفرن في الرف الوسطاني، بياخد تقريبا حوالي 20 دقيقة، 15 او 20 دقيقة حسب الفرن. ممكن نفتح عليه الشواية في اخر دقيقة عشان ياخد لون من فوق. ده بقى البسكوت بتاعنا بعد ما استوى. المقدار ده عمل لي الصينيتين دول، تقريبا عامل اكتر من 40 حباية من البسكوت. ده طبعا بيرجع لحجم البسكوتة اللي انتوا بتعملوها، يعني ممكن يعمل معاكم اكتر من كده لو انتوا عملتوا البسكوت صغير. اول ما بيخرج من الفرن بتحسوه يمكن طري حاجة بسيطة، لكن اول ما بتسيبوه بيتماسك كده وبيبقى بجد هش وبيدوب، يعني دوبان كده في البق وانتوا بتاكلوه. يعني ما فيهوش قرمشة جامدة يعني. حقيقي يستاهل التجربة، وما تحسوش ابدا ان هو ما فيهوش بيض ولا زبدة، يعني من كتر نعومته تفتكروا ان هو فيه زبدة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لناس اكتر. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.